ايوه التعليمات الأخيرة قبل البطولة. كابتن فيصل السايح مدرب فريق رفع الأثقال بمركز شباب سيد عبد الرحيم. تطبيق عملي لرفعة النصر من الكابتن فيصل. يدخل يعمل نفس الحكاية. في بعدين في بعدين الفشل مش وحش، الفشل مش وحش، لكن انك انت بعد الفشل تنجح، هو ده الكلام كويس. ايوه تمام. روح المحطة انا وصلت. طب خلاص هذه قبل نمسك.
بنلتقي مع الأستاذ أحمد المعداوي مدير منطقة قنا لرفع الأثقال. سيادتك تكلمنا عن الحدث اللي احنا بصدده اللي هو بطولة الجمهورية تحت 15 سنة بالإسكندرية. وطبعا الاتحاد المصري لرفع الأثقال طبعا صاحب الإنجازات الأولمبية الكبيرة الحمد لله. طبعا رفع رأس مصر طبعا رياضيا بدأ حاليا أول بطولة للموسم الرياضي 2016-2017 اللي هيبتديها الاتحاد في مدينة الإسكندرية إن شاء الله في المدة من 23 ل 27 نوفمبر الحالي لمرحلة الناشئين تحت 15 سنة مواليد 2000 ل 2003. طبعا أهم قاعدة القاعدة المهمة جدا اللي بيركز عليها الاتحاد اللي هي مرحلة الناشئين إلى 15 17. فطبعا دي مركز عليها الاتحاد جامد. وطبعا البطولة دي طبعا بتسبق حدث كبير هينظمه الاتحاد إن شاء الله في بداية شهر ديسمبر برضه بإذن الله، ألا وهو البطولة الأفريقية للشباب وبطولة دولية يعني إن شاء الله طبعا تحت إشراف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وهيتخلل برضه البطولة دي في جلسات دولية للمدربين إن شاء الله يعني. بالنسبة للاعبين المشاركين اللي بينتموا إلى أي فريق في رفع الأثقال؟ منطقة قنا لرفع الأثقال هتشارك في بطولة الجمهورية تحت 15 سنة بفريقي مركز شباب سيدي عبد الرحيم ونادي الشعب الرياضي بطوس. نعم. عدد اللاعبين اللي هم هيذهبوا ان شاء الله كل فريق ان شاء الله يعني لا يقل العدد بتاعه اللي هيرسل فريق فني بتاعته الخاصه بالبطوله للاتحاد، لا يعني ان شاء الله من كل فريق هيمثل 5 لاعبين يعني. نعم. ما هي النتيجه المنتظره او التي يمكن ان يحققها هؤلاء اللاعبين؟ والله رفع الاثقال لعبه شاقه، ويعني احنا طبعا الانديه بتاعتنا خصوصا بتعاني. نعم. طبعا لاعب رفع الاثقال علشان يتم تجهيزه ده مش بيتم تجهيزه بسهوله، لا. وطبعا احنا يعني نعتبر طبعا من ضمن الانديه اللي تعتبر المناطق اللي على يعني الحمد لله يعني بنشارك من اجل التواجد، ولكن طبعا صعب جدا الصرف على اللعيبه. وطبعا طبعا في حاجات انتم بتطلبوها من الاتحاد رفع الاثقال. والله والاتحاد مش بيبخل علينا يعني اي دعم مالي ودعم ادوات، الاتحاد مش بيتاخر معنا حقيقه. نعم. يعني في نهايه اللقاء احنا برضه عايزين نلتقي مع المدربين اللي هيقوموا بعمليه المشاركه. متواجدين معنا الكابتن سيف السايح مدرب مركز شمس عبد الرحيم، والكابتن محمد صلاح الدين مبارك مدرب نادي الشعب الكويت، اللي هم الناس اللي تعبانين وشقيانين معانا برضو، واخدين الاولاد معانا يعني ورايحين بيهم البطوله ان شاء الله. بنشكر سيادتك على اللقاء ونكمل مع احنا سعداء بحضرتك ومتشكرين جدا جدا يعني لدعم رياضه رفع الاثقال. اللعبه يعني تعتبر الالعاب الفرديه للاسف مش واخده حقها يعني زي الالعاب الجماعيه للاسف يعني. يا ريت عايزين ولو جزء بسيط للدعم بندعم بيه الكوره للاسف يعني. طبعا حضرتك يمكن كمان يعني الكل يمكن يعلم ان رفع الاثقال الحمد لله في اولمبياد ريو هي اللي بتحقق ميداليات الحمد لله. من ال3 ميداليات منهم 2 ميداليه لابطال رفع الاثقال. نعم. ورفعوا راس مصر الحمد لله يعني. شكرا. ايضا بنلتقي مع الكابتن فيصل السايح مدرب رفع الاثقال لفريق مركز شباب سيدي عبد الرحيم بقنا. تكلمنا عن مسيرتك في رفع الاثقال وعن الفريق الذي تقوم بتدريبه. والله يعني الحمد لله احنا بادئين بفريق من ناشئين، وفريق يعني حلو خاص باذن الله، وشغالين معاه على قد امكانياتنا وعلى قد ظروفنا والمجهود بتاعنا وعلى قد ما انت شايف الصاله قدامك والامكانيات اللي فيها. نعم. والحمد لله يعني برضه ان شاء الله يعني الاولاد يعني شغالين معانا كويس والحمد لله يعني. ان شاء الله كده خير باذن الله. اتكلمنا برضو عن لعبه رفع الاثقال في مركز شباب سيدي عبد الرحيم والسن اللي بدا فيه هؤلاء اللاعبين
بطولة رفع الأثقال والاشتراك في رفع الأثقال؟ والله سيادتك يعني تبدا بكره في الابطال من سن يعني الناشئ من سن 12 سنه. بنبدا تدريب الناشئ مثلا بثقل خفيف وتعليم الحركه سواء كانت الخط او النتر والكليم. نعم. نبدا معاهم السن الصغير ده بالظبط. الأوزان اللي هم بيشاركوا فيها هم ناشئين، وبعد ذلك لما بيصعدوا إلى الدرجة الأعلى يعني الناشئ مطلوب منه مثلا يعني بيكون وزن خفيف، يعني عشان المشاركه بتاعته يعني مطلوب منه يعني مثلا ممكن 25 بار يبدا ب 20 كيلو عادي. نعم. بحيث يعني اهم حاجه ده الحركه قدام لجه التحكيم. نعم. الأوزان اللي هي محددة في لعبة رفع الأثقال، الاوزان بتبدا معاك من وزن يعني من 45 لطالع 56 87 طالع. نعم. الاوزان. انت متوقع ايه من اللعيبه اللي عندك، ومين اللاعب اللي تعتقد ان هو هيكون له وضعيه كويسه في اللعب رفع الاثقال؟ يعني عندنا احنا ناشئين 5 لعيبه ناشئين يعني كلهم احسن بعض ان شاء الله، وان شاء الله هنشارك في البطوله دي ان شاء الله هنحقق برضه حاجه فيها بتوجيهنا بقى في البطوله ان شاء الله. شكرا كابتن خالد السايح. ايضا بنلتقي مع الكابتن محمد صلاح مدرب فريق الشعب بقوس لرفع الاثقال. كلمنا عن الفريق والاستعدادات لبطولة الجمهورية 15 سنة بالاسكندرية في فترة من 23 إلى 27/11. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدأنا تجهيز من حوالي 3 شهور عدت، لأن عرفنا مسبقا مستنيين البطولة تاني إن شاء الله في هذا الموعد، هنتأخر حوالي شهرين كده. فبدأنا استعداد من حوالي 3 شهور لفريق الناشئين تحت 15 سنة. نعم. كان العدد قليل عندنا في الناشئين، خاصة المسجلين في الاتحاد، فسجلناهم بفضل ربنا سبحانه وتعالى. سجلنا 8 لاعبين جدد عشان يشاركوا ان شاء الله، منهم جزء في البطوله باذن الله تعالى. وبنعاني طبعا في النادي من قله الامكانيات، والصاله بتاعتنا حاليا فيها مشكله في الادوات بتاعتها، فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نرفع لياقه بدنيه عند اللاعبين، ونخلي يعني نرفع مستواهم في الرفعتين سواء الخط او الكلين، عشان يقدروا يجيبوا مستوى كويس في البطوله ان شاء الله. بنتمنى لكم كل التوفيق في البطولة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا. بنلتقي مع أحد اللاعبين، لاعب عرفنا بنفسك. محمد جاد. محمد جاد، من إمتى ابتديت تشارك في لعبة رفع الأثقال؟ 6 ابتدائي. 6 ابتدائي. أنت سنك كم دلوقتي؟ 14. 14، يعني ليك 2 بتشارك في رفع الأثقال. طيب الوزن اللي وصلت له، أكبر وزن وصلت له بالنسبة للرفع الأثقال عندك؟ 62. أنت ده الوزن اللي أنت بتشارك فيه ولا 62 اللي بتشيله؟ اللي بتشارك فيه بتشيل كام من رفع الأثقال؟ حوالي 50 كيلو. هل تعتقد ان ده يؤهلك انك تاخد مركز من المراكز المتقدمه في البطوله اللي انت رايح لها في اسكندريه؟ ان شاء الله. بتتمنى تكون من الاوائل يعني في البطوله ان شاء الله؟ ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق باذن الله. شكرا جزيلا.